حبايب قلبي إيفو من جوّه، كنت عاملة لكم روتين عن إزاي نرجّع شعرنا اللي بيتساقط، وخصوصًا الشعر المتساقط نتيجة النفسية الوحشة، وده مستمر مدى الحياة، ليه بقى؟ لإن أنتِ هتعملي الروتين هتاخدي على قفاكِ، شعرِك هيُقع تاني وهلُم جرّة، هلُم جرّة، كإنِّك بتمرّني عضلاتِك كده، فأنتِ بتمرّني بُصيلات شعرِك بقى، أنتِ هتُقعي وبعدين تأهّلي نفسِك نفسيًا، هو هيُقع تاني دي قال لِك كوني فاكراه إن هو هيثبت، لأ هو بيطلع شوية نفرح بيهم وبتاع، وبعدين ناخد على قفانا تاني زربوه من أي ناحية فيبتدي يقع تاني. فأنا هاقول لِك على نقطة عجبتني أوي في روتين آخر قفا، يعني شعري كان متدمر، متدمر بمعنى إن هو بيقع وقوع عظيم، وأنتِ بتعالجي شعرِك بيحصل حاجة أنا عن نفسي باعاني منها، لإن أنا بشرتي جافة وشعري جاف وكل حاجة حياتي كلها مقشفة، الحياة كلها قشفت عندي، فبيبقى مهم جدًا إن أنا ما استخدمش شامبو ينشف شعري. من أفضل الحاجات وأنا جربت حاجات كتير في آخر روتين ده آخر قفا زي ما باقول لكم، الشامبو ده. الشامبو ده بجد للأمانة من أكتر الشامبوهات اللي لمّا حطيتها أنا ما باحبش أحط حاجات leave in على أول شعري، فبالتالي بيبقى شعري ناشف أوي، وخصوصًا مع حاجات الروتين بتاع التساقط، حاجات بتنشف الشعر سواء التوم والّا الحاجات السبرايهات اللي أنا بارُش منها حاجات ساعات، أي حاجة فيهم بتنشف الشعر، وأنا ما باحبش أحط leave in قدّام، فبيبقى من هنا ده ناشف جدًا، الشامبو الوحيد اللي حسيت إن هو بيطرّي شعري ما بينشّفهوش أوي، يعني لأ أنتِ ما بتحتاجيش بلسم بعده، أنتِ متخيّلة؟ في حاجات كتيرة أوي أنا ما باقتنعش بالمكتوب، بس أنا هاقول لكم المكتوب. في زيت جوجوبا يعمل على ترطيب الشعر والجلد، في زيوت هو كُلّه مواد طبيعية ما فيهوش أي chemical خالص، أصلًا بتاع أطفال. فده من ألطف الحاجات اللي ممكن تستخدميها لو شعرِك مصبوغ، لو بتعملي شعرِك curly ومش بتحبي تحطّي الleave in زيي من فوق، هيبقى الشعرية حتى نفسها تلاقيها لامعة كده، بُصّوا هتلاقي فيها لمعة من غير الleave in. من تحت طبعًا خلاص أنا حاطة leave in لكن من فوق بيبقى ناشف جدًا، فبجد حقيقي يستحق إن أنا كنت أعمل الفيديو بس ليه، أقول إن هو تحفة، بيرطّب، مش محتاج إن أنتِ تستخدمي بلسم بعده، بيخلّيكِ ما تحطّيش leave in لو أنتِ بتعملي curly. طبعًا هو للأطفال وللكبار، فهو آمن جدًا، ما فيهوش أي chemical. رائع، رائع، رائع. شامبو تولا يا جماعة ده بجد على ضمانتي ممكن تجرّبوه. وهانزّل لكم أو هابقى نزّلت لكم أصلًا باقي روتين إزاي ترجّعي شعرِك بعد آخر قفا. لو أنتِ هتتفرّجي على الفيديو ده أو لو أنتِ اتفرّجتِ على الفيديو ده أو لو ناوية تتفرّجي على الفيديو ده، اعملي لايك وأنتِ قاعدة، ليه ما بتعمليش لايك؟ هيكلّفِك إيه؟ إلهي يا رب! يعني كل اللي يضايقِك يا رب، إلهي ييجيه ويحُط عليه أصل أنا مش هادعي عليكِ، ليه بقى؟ إحنا ولايا زي بعض، حتى لو ما حطيتيش لايك فمنِّك لله، بس يعني فلأ أنا برضه مش هادعي عليكِ. أنا مش هادعي عليكِ، مع إن أنا من جوايا بادعي عليكِ، بس أنا هاقول لِك إن أنا مش بادعي عليكِ، بس اعملي لايك واعملي شير واعملي سبسكرايب، قولي لي بنحبِك يا إيفو، وجربي الشامبو ده هيعجبِك أوي. هاسيب لكم اللينكات بتاعته، وأعتقد إن هو بيتباع في الصيدليات كمان. أشوفكم على خير.